محمد دائما أبدا. النهاردة هنتكلم عن منصة جميلة جدا، شغل فيها حلو جدا يا جماعة، مستمر طول السنة تقريبا، بيبقى الشهر الواحد فيه أكتر من بروجكت. فتحاولوا على قد ما تقدروا انكم انتوا تنظموا وقتكم، او انك انت تظبط انت هتشتغل في انهي بروجكت، متاخدش 2 مع بعض 3 مع بعض، ركز في واحد عشان تقدر انك انت تحقق منه ربح كبير. لو انت فهمته خلاص وعرفتوا الديتيلز بتاعته والشروط بتاعته، تقدر تاخد مشروع تاني معاه، ماشي. والناس اللي بتتنطط بين كل ليدرز ديت مفيش معنى للتنطيط، الداتا كده كده متوفرة، فمفيش داعي انك انت تاخد مع اكتر من ليدرز وتبقى انت مش عارف تفتح ايه ولا ايه. نخلي بالنا يا جماعة، المنصة دي اسمها موري داتا، ساعات اسمها أباكا، أوكي، الاتنين نفس الشركة يا جماعة عشان في ناس بتتلخبط. الشركة دي عشان تيجي تتعامل مع المنصة ديت لازم تعرف كأنك قاعد على الفيسبوك كده والانستجرام والحاجات دي كلها، بيبقى ليك أكتر، يعني في ملايين داخلين في نفس الوقت يعملوا أكاونت زي أوبر كده. هو أنا مثلا جيت أعمل شغل في أوبر، بصيت لقيت طلع لي الأكاونت الشخصي بتاعي بتاع الأوبر بتاعي. فانتوا تخلوا بالكم انك انت لما تيجي تتعامل مع المنصه دي ما تستخدمش تماما اي ايه اي بسم الله الرحمن الرحيم اي ايميل شخصي، فاستخدم ايميل عام، ماشي. وحاول على قد ما تقدر، احنا اوريدي هندخل بس الايميل في الاول، لكن بعد كده هنتعامل باليوزر نيم والباسورد والحاجات دي كلها. انا طبعا المنصه بتاعتي زي ما قلت لكم بيبقى ده شكلها، بيبقى بندخل على الشغل ومفيش اي مشاكل واي حاجه. انا الاول خالص هوريكم ازاي ان احنا بنعمل ايه الشغل بتاعنا، بيدخل لنا ازاي. بصوا، انا دلوقتي ان هوت باجي في الاول خالص باخد اللينك من الليدر بتاعي او العميل. نخلي بالنا يا جماعه ما تشتغلش لوحدك، المنصه دي ما فيهاش شغل لوحدي، او انا مثلا ما اعرفش الشغل لوحده فين، بس لحد دلوقتي احنا بنشتغل كجروبات كمجموعه كبيره. زي ما قلنا البروجكت الواحد بيبقى ممكن يوصل مليون صورة. انت المفروض انك انت بتحللها، بتعمل حاجات OCR، يعني بتعمل تفريغ للصور، بتعمل اي حاجة من الحاجات دي. المهم مش هتفرق نوع البروجكت، افهم الاول المنصة نفسها والتعامل معاها. انا بدخل لازم يبقى عندي زي ما قلت اول حاجة يبقى عندي حساب، فهعمل حاجة اسمها ريجستر، وهرجع واكد ما تستخدمش بعد اذنك اي ايميل شخصي، عشان ديت زي الفيسبوك هتنها لازقه كده العمر كله، مش هتعرف تلغي ابدا الايه الاكونت ده ولا تعمل جديد بنفس الايميل، فخلي بالك. هدخل هنا هو هحط الايميل بتاعي، وهحط بعد ما احط الايميل لازم افتحه، وبعديها اشوف اللي هو ايه الكود بتاعي. لازم افتح الميل بتاعي واتاكد ان هو مفتوح قبل ما اعمل الخطوه دي يا جماعه. وبعديها بعد ما بيوصل الميل بتاعي بروح حاطه ايه، اقول له سند كود، او لما اعمل سند كود هفتح الجيميل بتاعي وهلاقي الايه الكود وصل، فافتحه وادخل الفيريفيكيشن بتاعي، مفيش اي مشاكل في الموضوع. فنخلي بالنا من الحكايه دي. هينزل لك الايميل زي ما انت شايف هنا، هو يا اما في الانبوكس العاديه بتاعتك، في ناس ممكن هنا المنصه دي بتنزل في الانبوكس، يا اما ينزل في حاجه اسمها الرسائل غير مرغوب فيها اللي هي السبام، اوكي. هاخد الكود وهحطه كوبي وبيست هنا هوت في ايه البتاع. خلاص انا كده عملت كونفورم، خلص. طب انا بعد ما اعمل الخطوه دي هعمل ايه؟ هعمل اللي هو ايه اللوج ان. خلي بالك قبل ما تعمل الخطوه دي المفروض ان الليدر مديك لينك الشركه اللي انت هتروحها. طب انا في حاله ان انا ما خدتش لينك الشركه، هيطلع لك صفحه تانية يقول لك انت التيم بتاعك ايه، بعت لي الكود عشان اعرف ادخلك على التيم، ولا انت هتعمل مجموعه كبيره من الاول، هتحط مشروع جديد. فخلي بالك من الحكايه دي. طبعا اللينك انا بدخله اول مره فقط، وبعمل الاكونت عليه واتاكد كده بعد ما فتح ان انا عملت ساين ان. وان انا لما اجي، خلي بالكم في الساين ان يا جماعه بتحط حاجه اسمها اليوزر. انا دلوقتي وانا بعمل الاكونت بتاعي في يوزر، اليوزر ده لازم اختاره حاجه مميزه، احط اسم مميز، اوكي. طبعا انت لو حاجه فاني هتحط اسم اي حاجه نيك نيم ليك، اي حاجه تدلع يعني. لكن لو انت بتشتغل حاول انك انت تسال الليدر الاول تعمل صيغه للفريق ولا لا، عشان في بعض العملاء ما بتستخدمش صيغات. الصيغه دي يا جماعه بتبقى اول حرف اسم الليدر او العميل، وبعديها بندخل على الايه الشغل بتاعي. بتبقى عندك زي ما انت شايف كده هو ايه، بتبقى نازل عندك الشركات اللي انت منضم ليها، وتختار الشركه اللي انت هتشتغل عليها البروجكت. او لما بتفتح بتنزل ان هو زي ما قلت لكم فيه، ان هو هتفتح الاسم بتاعك، هتدخل على البروفايل بتاعك، هتلاقي الاسم بتاعك طالع اهو بالشكل ده.
خلي بالك ده ما ينفعش انه يتعدل، حتى لو عملت ابديت للانفورميشن هيتعدل اللي هو اسمك الحقيقي بس، لكن الحاجات بتاعتك مش هتتعدل. اوكي. في بعض الساين اوت، ساين اب قصدي، اللي هو يعني التسجيل بيقول لك انت من اني بلد، من اني مكان، تليفونك ايه، الحاجات دي كلها، لكن عادة احنا ما بنستخدمهاش. ده الاسم اللي انت هتبعته للليدر بتاعك او العميل، كابيتال لتر كابيتال لتر، سمول لتر سمول لتر، مسافة مسافة، نقطة نقطة، رقم رقم. حاول على قد ما تقدر ان هو يكون مثلا اسمك ثنائي، اسم ثنائي. آم، زي ما قلت لك تضيف ارقام، عشان انت في ملايين داخلين، ممكن انا اسمي شيماء هلاقي ملايين داخلين نفس الاسم. ماشي. بعد ما انا دخلت خلاص وهبدا البروجكت بتاعي، بدخل على الانوتيشن. الانوتيشن يعني انت شخص وسيط بتعمل شغل لشركه كبيره. ماشي. فانا ادخل على الدايناميك بروجكت، هلاقي ان انا عندي هنا مفيش داتا خالص. فانا هعمل ايه؟ هبعت اليوزر نيم اللي احنا اتكلمنا عنه ده، عشان الحته دي يا جماعه اهم حاجه، واليوزر نيم ده، واتاكد ان اسم الشركه اللي انا شغال فيها هو نفسه صح. ده الليدر يا جماعه، كل ليدر لازم يتاكد ان اسم الشركه صح وشغال فيها. وبعديها واتاكد ان اليوزر نيم المبعوت لي صح، اقول له ابعت لي اليوزر نيم وصفحه صوره من المنصه. ماشي. تتاكد ان اسم الشركه صح، اليوزر نيم صح، وبعديها بنروح جايين هنا اهوت وايه، وندخل على الشغل. انا هبعت للعميل، العميل هيبعت للشركه، هيفعل لي الايه البروجكت، هينزل بالمنظر ده. انا هاجي اجي ادوس على اي حاجه هنا، ما بيفتحش ما بيفتحش ما بيفتحش، تنك دايس في كل حته لحد ما يفتح معاك. ماشي. اول لما هيفتح معاك هتبص هتلاقي عندك في حاجه اسمها تو دو ليست. تو دو ليست ديت نازل الباتشات كلها. الباتشات هنا هوت بتقول لك عدد الايه اللي انت عملته، العدد الصغير ده. استنوا اكبره لكم. هقول لك هنا هوت العدد الصغير ده هو عدد الايه الباتشات اللي انت عملتها. العدد اللي فوق دوت رقم الباتش، باتش رقم كذا، وده عدد الباتشات اللي انا خلصتها. ماشي. فخلوا بالكم من الحكايه دي، عشان في ناس كتير تقول لي انا خلصت قد ايه. انت طبعا، انا الباتش الاولاني اللي اشتغلت فيه، بقيه الباتشات ما عملتهاش. انا طبعا عايزه افتح البروجكت معايا، هعمل ايه؟ في ناس بتقعد بقى تدوس تدوس ما تفتحش معاها حاجه، تدخل تقول لي انا هنا فاضي. طب اعمل ايه؟ زي كده، هو تدخل تلاقي ما تلاقيش اي داتا، مفيش اي داتا عندها. طب ايه الحل؟ حضرتك كل اللي هتعمله هتعلم على الباتش، تدخل طبعا على الليسته اللي انت فيها الاول، تو دو ليست، تعلم على الباتش، وبعديها تيجي هنا اهوت شايف كليم فيو، الزرار الازرق ده، هتروح دايس عليه. اول ما تدوس عليه هيحمل لك ايه التاسك اللي انت هتشتغل. طب قال لك هنا اهوت مسج وقال لك لا معلش انا مفيش تاسكات، الباتش ده فاضي. هشيل العلامه من هنا وانزل على اللي بعده، اعلم. هكبر لكم برضو عشان تشوفوا. هعلم واروح قايل له بصوا، المفروض بيطلع لي انه داتا في الاول، لازم اعلم وبعديها اجي هنا على الكليم بريفيو، ادوس عليها. بصوا هيتحمل معايا البتاع ويقول لي سكسسفول كليمد، ويفتح لي التاسك الجديد. انا بستنى ان دي تتحمل. في ناس ما بتتحملش معاها بسرعه، ده بيبقى عيب انترنت، يا اما عيب المتصفح. غير البراوزر بتاعك، خد مايكروسوفت ايدج، هتاخد كروم، الحاجات دي. زي ما انت شايف بيطلع لك الشكل العام. الشكل العام بتاعي في كلام، الكلام دوت اسمه على حسب البروجكت، يا اما وصف للصوره او البرومبت بتاعي اللي هو طلب عمل حاجه على الانترنت. زي كده انت بتبعت لجوجل او الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي، تقول له اعمل لي صوره كذا، اعمل لي فيديو كذا. انا عندي البروجكت ده عباره عن التقييم، في عندي صورتين، المفروض ان انا الكلام ده يكون هو اللي انا بقوله، عشان هو يعمل لي صورة من اللي تحت دول. فانت بتختار اني صورة فيهم اللي تبع الكلام ده. في هنا زي ما انت شايف الليبل بتاعي، البريفيرنس. اول حاجة الايمج الاولانية اللي هي دي، بصوا اسمها هنا. لما تيجي تتكلم عنها تكتب على الاسم الايمج، ما تكتبش ايمج ايه واحد، ما تكتبهاش ايمج ايه، ما تكتبهاش ايمج بي. اوكي. عندي هنا الايمج التانية، عندي هنا هوت الاتنين وحشين، او هنا هوت الاسكيب اللي هو الاتنين حلوين. اوكي. احنا عندنا هنا في الاسكيب انك انت هتعمل ايه، هتستخدم انك انت الاتنين يبقوا طيبين وحلوين. ماشي. فخلوا بالكم من الحكايه دي. هنا طبعا عندك الريزون. انا ليه اخترت هو عايز يعرف انت ليه اخترت الايمج الاول.
حاجه من الحاجات دي كلها على حسب البروجكت. كل بروجكت يا جماعه وليه الايكونز بتاعته والحاجات بتاعته. هنا الكلام بتاعي بكتبه، لإما هو لازم ما اسيبوش فاضي الا لو هو قال لك ما تسيبوش فاضي. يعني انا عندي في البروجكت ده قال لي في حاله ان الصورتين دول حلوين هتدوس سكيب ومش هتكتب اي حاجه، ماشي. فانا اروح جايه هنا اهوت. بصوا انا باجي هنا على الزاويه اليمين اللي تحت دي، واقدر اكبر واصغر ايه البتاع بتاعي. هنا بينزل لي التاسكات اللي انا خلصتها خلال اليوم. انا لو انا التاسكات بتاعتي دي قفلت المنصه ورحت نمت، قفلت المنصه خالص، هاجي هنا اهوت ايه، هتفرج عليها، هفتح من ايه الصوره بتاعتي. اوكي، ايه فايدتها؟ ان انا عايزه ارجع للصوره اشوف فيها حاجه بس ما غيرهاش، برجع لايه، اسم الصوره اللي انا عملتها. طب عندك هنا اهوت في القفل ده. القفل ده خلي بالك ساعات لو مقفول بيبقى معامل لوك، ما اقدرش ان انا اكتب حاجه هنا، يبقى انت لازم على طول يبقى مفتوح، ماشي. يبقى disable عشان ايه اقدر ان انا اشتغل عليه. يبقى لو مقفول تفتحه. اعتقد في الكيو بيعمل الحركه دي. هنا تحليل للبتاع. هنا تخلي بالك اسمك هنا هو مين اللي شغال، اللي هو التيم، واسم الشخص اللي شغال وهكذا. هنا مثلا عشان انا كيو فنازل لي اسم اللي اشتغل التاسك واسم التيم بتاعه وهكذا. هنا هو الشورت كات بتاع الكي، الشورت كات اللي هي الزراير بتاعت الكيبورد اللي انت بتستخدمها اسرع. الحاجات دي كلها هنا ما فيش اي حاجه، ما تدوسي على اي حاجه هنا خالص. في عندك اهم حاجه ان انا ما اعملش اي حاجه على المنصه دي يا جماعه غير اما ادوس سيف. لازم كده وانا بشتغل ادوس على طول سيف. اوكي بصوا انا كبرتهم لكم اهي. السيف دي لازم تداس. هنا طبعا لو انت هتعمل سكيب للتاسك كله ما تجيش ناحيته، الا لو بقى تاسك هيبقى وحش قوي او مش باين خالص فانت هتعمله، يعني سوري ما تعملهوش خالص. لان في البروجكت بتاعنا عندنا اوبشن لو التاسك الصوره مش ظاهره اعمل سكيب من هنا، لكن ما اعملش سكيب للتاسك نفسه. هنا انا عشان انا في الكيو فعندي اللي هو الريجكت بتاعي، بدوس على هنا ريجكت وارجعه للمود ان هو يشتغله. المود ده اللي هو اول واحد بيمسك التاسك ويعدل ويشتغله، انا بعدل عليه او بصلحه. عندي هنا هوت ايه، خلصت خالص فبدوس هنا هوت سبميت بعد ما اخلص خالص عشان مش هعرف ارجع له تاني، اما ادوس باس. اوكي، فخلي بالك من الحكايه دي، ما تدوسي خالص على الازرق ده غير ما تتاكد ان هو خلص. طب انا دلوقتي زي ما قلت لك بشتغل البتاع ده، لو دوست باس دلوقتي هينزل لي تاسك جديد، هتلاقي جنبه الدايره الصفراء ديت، لكن التاسك الاولاني خالص هيبقى نازل هنا هوت من غير اللي هي الزرقاء الصفراء دي، ماشي. في ناس هنا بتقول لي ده عباره عن ايه، انا الحقيقه لحد دلوقتي مش عارفه فمش هفتي معاكم. ايه ممكن ندوس عليه، مش شايفه ان هو خلي بالك انت لما تدوس على ده شال لي التاسك خالص اسمه، فانا مش عارفه ليه شايله اساسا، فمش هتفرق كتير، ماشي. بصوا هو اختار قائمه تانية يعني، لكن هنا رجعت تاني للايتمز بتاعتي. طيب انا دلوقتي اهم حاجه في اللقطه دي لما تيجي تشتغل مع كلام بصوا انا هنا هوت عندي طلع لي ان هو ايرور، فهو بيقول لي ايه، احسن تكتبي سكند بدل ايه، بدل فيرست. اوكي عشان هو كان بيتكلم على الفيرست ايمج، يبقى الثانيه السكند ايمج بالعقل كده هوت يعني. فانت دلوقتي انا طبعا عشان يطلع لي تصليح للكلام اللي انا فيه ده هعمل ايه، هعمل حاجتين. اما هدخل على الاكستنشن واختار جرامري، الجرامري ده هخليه شغال. هجيبه ازاي لو انا مش عندي جرامري؟ ده بيعمل تشيك تدقيق للغه بتاعتك. هاجي هنا على المانج اكستنشن واختار ان هو من الكروب ويب واروح كاتبه جرامري. بالكم دايما يا جماعه وانت بتشتغل البروجكتس اختار ده جرامري ده شغال انجلش بس. اوكي ما اعتقدش ينزلوا منه لغات، بس يعني ان شاء الله ينزلوا. واختار واعمل له ايه ان هي تنزل على الايه البراوزر بتاعي او المتصفح، وفي نفس الوقت ان انا اشغل. وفي عندك هنا بتدخل على الثلاث نقط ديت، بتنزل تحت على السيتنج، بتروح فاتح السيتنج وتقول له على اللانجوج، وبعديها هنا بتنزل تضيف اللغة اللي انت عايزها فيها البروجكت بتاعك. اوكي وتنزل تحت تتأكد ان هو عامل التشيك اللي هو التدقيق على الكلام، وتتأكد ان اللغة اللي انت اشتغلت فيها ولا شغال فيها
مفتوح التطبيق بتاعها. ماشي، بعد ما تخلص خالص اقفل. خلي بالك جرامري هيشتغل على الاكونت بتاع الايميل بتاعك، فمش مشكله. اهم حاجه ان انا لما اغلط هيفتح لي ان هو وتتاكد انه متاكتف كده، لو مش مطلع لك اي حاجه تدوس عليه وتاكتفه. ماشي، تتاكد كده ان هو مفتوح وتشتغل عادي، مفيش اي مشاكل. طب انا هنا هو طبعا لو عايز اوصل للهوم بتاعي، هنا ادوس، مجرد ما هدوس ديت يبقى انا هسيب التاسك ده. خلي بالك قبل ما تروح في اي حته او تعمل ريفرش او اي حاجه لازم ادوس سيف، لازم ادوس سيف. اوكي، خلي بالك من الحكايه دي، لازم يطلع لك هنا اخضر. لو طلع لك هنا احمر معناه انك انت ديسكونكت، انك انت مش متصل بالشبكه. فخلي بالك من الحكايه دي. انا طبعا عايزه ارجع للصفحه الاساسيه بتاعتي. زي ما انتم شايفين الصفحه بتاعتي هنا بيقول لي ان الباتشات ديت انا عندي هنا ازرق عشان انا سحبت تاسكات. ماشي، هيبقى هنا مش ازرق لو انا ما عنديش تاسكات، هنا زيرو عشان انا ما سحبتش اي حاجه، واللون الماضي عشان انا ما سحبتش اي حاجه. دي التاسكات المفتوحه. لو انت بتشتغل كتير هتلاقي كتير. في عندك هنا هوت اوفر فيو، بينزل لك باتشات برضو والحاجات اللي هي كل الموجوده عندك اللي انت اشتغلتها. ماشي، طيب في عندك هنا هوت في حاله انك انت شغال، مثلا انا شغال مود وشغال كواليتي كنترول في نفس الوقت، مراقبه جوده، وشغال اللي هو اول الموظف اللي هو الوسيط اللي بيشتغل اول حاجه. بختار من هنا، بيطلع لك طبعا اختيارين. لو انت متفعل هتاخد اللينك، سوري، هتبعت اليوزر نيم. ماشي، اليوزر نيم ده بتبعته للليدر وتقول له عايز اشتغل على على البروجكت بتاع المود، عايز اشتغل كواليتي كنترول. يجي بقى هو يقول لك انت اتفعلت كواليتي كنترول، فتعمل هتروح جاي هنا هو وتفتح وتختار هنا مود ولا كواليتي كنترول. طبعا انا مش عامله ترجمه للصفحه، لو انت عملت ترجمه للصفحه هيطلع لك ان هنا استنى احاول اترجم لكم. بص، انت مجرد في عندك الترجمه الآلية بتاعت الصفحه، بقول له ترانسليت ان انجلش، راح مغير لي كله هنا. بصوا، راح قال لي هنا اوديت، انك انت بتدقق. اوكي، وهنا بتختار 1 ولا 2. ماشي، طيب انا هنا زي ما انت شايف في التو دو ليست انا عملت 21 صورة تقريبا منزلها. بصوا في كام صفحة، في 3 صفحات. ماشي، هنا قايل 54، فانا مش عارفة مين فيهم الحقيقة. يمكن انا فاتحة صور، مفتوح معايا صور وخلصت الصور، لان دول اللي انا خلصته. ماشي، طبعا لو عايز تعمل فلتر بس احنا مش هنستخدمه كتير. دي الحاجات المهمة اللي قدامك. طب في ناس كتير قوي بتقعد تقول لي طب هو اشتغل عملت التدقيق بتاعي. بصوا هنا جايب لي انا اشتغلت قد وحاجات كده وحاجات تحليلية يعني، والحاجات عشان في ناس بتقعد تسألني بصراحة أسئلة عايزاها تشتغل، عمالة تشوف انت اشتغلتي ولا ما عملتيش، ومنزل لك هنا الورك فلو بتاعك. عشان في ناس كتير قوي يا جماعه كان بتسال هنا بيقول لك الاكسبتنس والحاجات دي كلها. طبعا يعني انا مش بروفيشنال في المجال فما عنديش فكره بالظبط هو هيفتح انا يهمني الداتا، ويهمني انك انت تبطل رغي، ويهمني انك انت تشتغل. يبقى حضرتك شوف الفيلم الهندي ده بعدين. اوكي، في ناس هنا بيجي لها صفر فبتعتقد ان ما بقاش عندها. لا، مفيش حاجه اسمها مفيش عندك، عشان هنا صفر دوس على الباتش وتبدا تشتغل. ماشي، وتعمل كليم وتبدا تشتغل. طب هنا صفر، يبقى انا هبدا كده كده متسجله عندي اليوزرز اللي انا عملتها تبدا تشتغل الحاجه من اول وجديد. ده معناه ان انا قفلت المنصه وفتحتها تاني. ماشي، عشان في ناس برضو بترجع تقول انا ليه مش ظاهر عندي. هنخلي بالنا من الحكايه دي. طيب انا زي ما قلت لكم كل الموضوع هنا بيطلع لك، مش عارفه الكريدت ده يمكن بيدونا فلوس ولا حاجه، انا مش عارفه، بس هو دي المنصه وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه، وهو ده الحاجه. زي ما قلت لك هنا اسم الشركه، هنا تو دو ليست، الباتشات، اختار الباتش اللي انا هشتغل عليه واعلم جنبه واسحب منه واشيل القديم. انا عايزه مثلا اسحب من الباتش اروح احط معلم عليه واعمل ريفيو. لو انت مش عامل خالص وسحبته وسحب معاك خلاص حلو يعني. طب في ساعات بيبقى انت عندك باتش اوريدي، ما اقدرش ان انا اسحب اكتر من باتش، فهو بيروح عامل بيروح قايل لك لا، انك انت تدخل على طول تشتغل، او انك انت تشوف الحاجات اللي انت اشتغلتها. قول له ريفيو عايزه اشوف التاسك ده فيه
ده تاسك قديم انا اشتغلته، ماشي؟ فخلي بالك من الحكايه دي. انا مش فاكره اني اشتغلت التاسك ده اساسا، اسمع علينا. المهم يعني زي ما انتم شايفين المنصه زي ما احنا اتكلمنا برضو، هنا وصف للحاجه، هنا هشوف مين فيهم الصح، وهنا رايي انا ايه اللي اخترت الصح والغلط، وهقول سيف او ريجكت والحاجات دي كلها، ماشي؟ فنخلي بالنا ما اعملش باك ابدا الا لما اعمل سيف، عشان هيرجعني للصفحه الاساسيه. كده احنا فهمنا المنصة ايه. بصوا رجعها لي تاني، لما راح مرجع لي 54 تاني، ماشي؟ هو زي ما قلت لك بيعمل حاجات، مش شرط يعني انت تركز مع كل رقم، كده كده حاجتك متسجلة، المنصة بتسجلها، ماشي؟ هتفتح بعد 10 اشهر هتلاقي نفس الحاجة. هنا بيختار كل البيجز الموجودة ويشتغل عليها. بصوا في ناس كتير قوي بتسألني فاضل قد ايه، فممكن يكون دي اللي هي فاضل، مش عارفة. في ناس بتقول لي بيبقى نازل كام تاسك في الباتش، بس انا الحقيقة يعني بصوا انا بصراحة ما بشتغل، ما بدخلش في الرغي ده كله بصراحة، يعني عشان ما بقاش كدابة. آه بصوا هنا مثلا طلع لي اللي انا اللي انا سحبته، هنا ما سحبتش. فبصوا يعني الحاجات دي كلها انا ريلي ما بهتمش بيها، لان انا ما تفرقش معايا، لان انا المهم اشتغل، ماشي؟ فمش بركز قوي فيها ولا تهمكم في حاجه، فما تضيعش فيها وقتك الا بقى ما انت بتبقى بروفيشنال قوي في الشغل، فانت بتفرق معاك الحاجات دي، او انت عميل وان شاء الله تبقوا كلكم ناس بيرفكت في الشغل بتاعها. دي كده اللي هي موري داتا، ودي المنصه اللي عليها شغل كتير. خلي بالكم موري داتا دي يا جماعه، او داتا باكا ديت، اللي هي بتبقى هي متخصصة يا جماعة في أعتقد ليها دعوة بمنصة التيك توك، عشان كده بقولك هي زي الإيه، آه، زي الفيسبوك، زي الانستجرام، زي تويتر. لازم يبقى الأكاونت بتاعك مميز، فلازم تبقى أكتر من اسم. الناس اللي بتحط لي اسم واحد بس، ما انت عندك ممكن 50,000 نفس الاسم يعني، بالذات مثلا لو اسم محمد، ما انت عندك مثلا مليار شخص اسمه محمد، فما تكتبليش اسم واحد بس. هي هتقبل عندها التكرار، ما يفرقش، ممكن تكتب 10 محمد. لكن انت حاول تعمل محمد 21 ايجيبت مثلا، تعمل حاجة مميزة يا جماعة عشان ايه تدخل وتشتغل صح. ربنا يوفقكم. حاولوا ما تضيعوش وقتكم في الرغي، ما تقعدش تسأل كتير، الناس مش هتشتغل لك شغلك. ما تزهقش الادمن، وما تحاولش ابدا انك انت ترن عليهم، عشان ده عيب جدا انك انت ترن على اي ادمن. آه عندك لازم تبقى موجود في الجروب العام، ولازم تتابع الابديت، الفيدباك. انا بعتبر في ناس كتير قوي تقول لي طب انا شغلي صح ولا لا؟ طب ما انت تقري التنبيه اللي انا حطاه، وانت هتعرفي شغلك صح ولا غلط. لما انا اقول لك خلي بالك لما تبقى الصوره صح اعملي لها سكيب من تحت، فانت رحتي ما تكتبيش حاجه، اما انت قعدتي تكتبي، طب ما ده غلط. اوكي، يبقى انت مش عارف البيزكس. قبل ما تبدا الشغل لازم تشوف الفيديوهات. لو انا نزلت لك 4 فيديوهات اتفرج على الاربعه، اكيد انا منزله لك الاربعه مش فاضه مني، عشان في اسئله جديده، في امثله جديده. اوكي، في حاجات انا مثلا ما خدتش بالي منها فبقولها لك، خلي بالك منها. اهم حاجه يا جماعه وانت بتكتب في البرومبت او في الريزون، لازم يبقى عندك اول حرف يبقى كابيتال ليتر في الانجليش او في اللغات، واخر حاجه نقطه. وما تكتبهاش ايه تحت بعض، ما تكتبهاش كنقط، لا اكتبها كجمله واحده. حط بقى فاصله نقطه. الفاصله يا جماعه بعدها مسافه بتبقى لازقه في الحرف الاولاني اللي بعدها، يعني قبلها بتبقى لازقه فيه، وبعديها مسافه، وبعديها الحرف سمول ليتر مع الفاصله الكوما. اسمه ايه دوت النقطه بيبقى عندك بعدها مسافه، والحرف كابيتال ليتر. خلوا بالكم عشان الحاجات دي بالذات البرنامج بيهنج معاها. انا عندي لو في نقطه مكتوبه غلط ممكن البرنامج يدي اوردر غلط، فخلي بالك وانت بتكتب. الاسماء كابيتال ليتر، العواصم، الحاجات دي على حسب اللغه برضو. الحاجات دي كلها يا جماعه انت بتستهون بيها، لكن هي بتفرق قوي قوي في الشغل. تخيل انت كده فاتح كتاب، والكتاب دوت متشخبط عليه ولا مكتوب بنفس ولا اي حاجه، لا فعلا اللي هيدخل يتفرج على الحاجات ديت اكيد مش هيبقى مبسوط يعني، واكيد الشغل مش هيتقبل. فنشتغل صح من الاول، وربنا يوفقكم يا رب. اوكي،
والفيديو الجاي ان شاء الله هنشرح بروجكت بتاع تقييم الداتا. اوكي.